الرجل يجامع زوجته صدقة، لأنه يتعفف عن الحرام بأن يجامع زوجته في الحلال. قالوا الصحابة كيفاش الراجل يجامع زوجته وربي يعطيه الأجر وهي صدقة؟ اسمع التعليل. قال لهم أرأيتم إن جعلها في حرام، لو كان هذاك العمل كان في الحرام في الزنا أكان عليه وزر؟ ربي يعطيه عليه الإثم، الوزر يعطيه الوزر. قالوا نعم. قال كذلكم إذا جعلها في الحلال. فنعبد الله بالحلال ونعبد الله بترك الحرام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.